اللهم صلي على محمد وعلى محمد. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ ان شاء الله الكل بخير، مساء العافية عليكم. حسوي وياكم اصغر كاب كيك. اوكي، شوفوا الوصفة وياي. اني عندي هذول الكاب كيك حجمهم كلش صغير، شوف شكلهم حجمهم كلش صغير. اني من زمان كلش وصلت تقريبا سنة مشتريتهم، فصدفة دا اعزل بالغراض الفرفوري وشفتهم. جدتي بنتي قالت لي ماما عليش الله سوي النبي. قلت ماما صغير شنو يفيد؟ فكرت قلت حرامات يعني خل استغل وش مشمور. انا ما عندي كاب كيك هذا سيليكون او اللي بالحديد، او هو نوعيات مثل الجيلاتين ما عندي يعني، او هذا ضد الحرارة. فشنو فكرت؟ جبت هاي الاكواب لاستخدام واحد، هاي قدامكم واضح. فقصيت جبتهم الحجم الصغير. انا هم والله ما جبتهم، هم عندي كانوا على طول اني استخدم هيك شغلات، فمستخدمتهم مرة وباقيات. ففكرت بيهم قلت صدق خل اطلعهم احتمال يجون يكفون نفس قياس هذا الكاب كيك. فجبتهم قصيتهم، شوفوا نفس الحجم قعد بالضبط. قلت الحمد لله خل اسوي لهم وشي جديد وتغيير من ككيكتي المعتادة لهم. هنا بلشت مقادير الكيك: بيضة واحدة، ونصف كوب شكر، كم ملعقة زيت. انا ما اخلي هواية هيك يعني ميزانة، بس هاي مقاسات المضبوطة ودائما تطلع كيكتي ناجحة وحلوة. شفتوا قدامكم اكثر من فيديو انا مسوي كيكات هواية، شي سهل وحلو وغير مكلف ويفرح الاولاد. يعني ارجع واقول لكم يعني شي تغيير هماتي الاولاد يعني شو كل شي تقشمرون او كل شي يحبون، يعني شي مختلف. هنا خليتهم بالصيني مالت الفرن، وخليت هاي الاكواب اللي قصيتها ودخلت بداخلهم هاي اوراق الكب كيك. شوفوا شكلهن. رجعت خليت طحين، كملت يعني المواد الكيكة، ضفت مي بارد، ظليت احرك بكلش هواي لحد ما صار القوام المطلوب، ماكو اي تكتلات. كلش سرعت، ما حاب اطول عليكم. ان شاء الله هالمرة التصوير يكون واضح وعجبكم. على طول البنات تحجون علي تقولي تصويرك ما واضح، فطلعت المونتاج انا ما اعرف قلت لكم كل شيء ما اعرف، اولادي يساعدوني بهيك امور. فضفت يعني سويت بالكاكاو بالشوكولاتة، ضفت ملعقة كاكاو بودرة، حسيت ذخين رجعت خففت بشوية مي، ظليت احرك كلش هواية. بعدين ضفت البيكنج باودر والفانيلا، سويت كوب واحد طحين، كوب القياسي. قلت هم تجربة وهم على قد الأكواب اللي عندي أو هاي القواعد الكاب الكيك. حسيتها فاهي، رجعت ضفت كاكاو ملعقة لحد ما صار شوي لونه غامق. هذه نوعية الكاكاو زينة. بعد ما حركته قمت شغلت الأوفن درجة 180، وزعته بهذا الشكل، خليته بهذا الشكل. كل يعني قياس خليت له ملعقة وشوية، ما ياخذ هواي لان بعد ورا ارتفاع ما مليت القالب، او هذا القياس كاب كيك ما مليته. شغلات بسيطة تفرح الاولاد، يعني هم نستغلها هي الشغلات. كلش فرحوا بيها وحبوها. بس بعد ما اسوي كاب كيك لانه مزعج ويتعب، ويعني يراد له وقت، مو نفس مثل الكيكة اخبطها على السريع ومثل قالب واحد. وهاي شوف الفوضى اللي قدامي كانت وهوسة. بعد ما مليتهم كلهم خليتهم بالاوفن، كان كلش ساخن، تقريبا نصف ساعة واستووا من فوق وبعدين من جوا بعدين من فوق شغلت الاوفن. وهالشكل بعد ما استوى طعمها كلش طيب، كانت حالاتها كلش طبيعية، لا حل يحل ولا مسخة. شوفوا شكله ينشال هذا الورقة بسهولة. حجمه هنا كلش صغير. بعد ما بردوا خليت كريمة شانتيه،
هاماتين خليت ربع كوب مي وخفقتها وخليتها بالكيس الحلواني يعني بالفريز. بعدين بعد ما جمدت صكت خليتها بهذا الكيس الحلواني. بعدين وزعتها بهذا الشكل. هيك تقشمر للجهال. ها شكلها. حبوها وعجبتهم كلش، وان شاء الله تعجبكم. شغلات بسيطة تفرح الأولاد. وكان هذا الفيديو لليوم مالتي، إن شاء الله يعجبكم. زادت عندي هاي شوية يعني عجينة، فخليتها بهاي الكواب الاثنين. قلت هماتين خلها اختصر، مو كله بالصغيرات وهم ياخذ وقت ومكان. مصدقة وبردت وأكلوها وكانت كلش طيبة. وسهمنا وسهمكم ألف عافية، إن شاء الله يعجبكم. لا تنسون اللايك والتعليق، واللي مشترك يشترك. وحبيت أقول أنا من بداية الفيديو بس نسيت، أهلا وسهلا بكل متابعاتي الجديدات، كل متابعيني وكل الهلا بيهم وبالقديمين. وإن شاء الله عائلتنا تكبر وندعم بعض، ومع ألف سلامة.